ربنا ممكن يفتحها علينا والأزمات تنفك، وفجأة نخسر كل حاجة. وممكن ما يكونش بسبب ذنوب، لا، ممكن حاجة صغيرة ما انتبهناش عليها تبقى سبب لضياع النعم اللي ربنا اداها لنا. كون ان احنا ما نشكرش ربنا بعد ما ينعم علينا، دي حاجة خطر جدا جدا جدا. فلو عايز تحافظ على النعمة، خليك دايما فاكر ان انت تشكر ربنا. ما ينفعش ان انا افضل فترة كبيرة قاعد عمال بدعي ربنا بحاجة معينة، ومجرد ما ربنا يكرمها عليا ويبدأ ييسر لي الحاجة دي، هوب، انسى وما اقولش الحمد لله، او ابدأ اشوف انه ده انا دعيت وابدأ انسب الفضل لنفسي. ف يا ريت ننتبه جدا على الموضوع ده. سيدنا سليمان عليه السلام، لو ركزت كده في القرآن هتلاقي كانت من ضمن الميزات اللي بتتحكي عنه دايما في الآيات في القرآن هي الشكر. سيدنا سليمان عليه السلام كان ملك وكان نبي، ربنا أنعم عليه بنعم كتير، سخر له الريح، سخر له الجن، علمه منطق الطير، كان بيقدر يفهم الحيوانات والطيور ويعرف بيقولوا ايه. وكان رده وشكره لربنا انه قال هذا من فضل ربي. طيب تعالى بقى شوف الأجمد، كان بيقول رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. يعني بيدعي إن ربنا يوفقه للشكر، يعني رغم كل النعم دي اللي كان مخوفه إن هو ما يشكرش ربنا عليها. فلو ربنا فتحها علينا في حاجة، ياريت ما ننساش نقول الدعاء ده، لعل وعسى إنه يكون سبب في حفظ النعمة ودوامها في حياتنا. لو عايز تسمع القصة كاملة ممكن تدخل على القناة وتشوف الفيديو.